السلام عليكم من جديد في الكيز of scientific research course. معادنا في الكيتشر 10 مع research terminology. هناخد فيها أربع حاجات أساسية: citation، ال DOI، ال ORCID number والimpact factor. معاكم عبد الله الوكيل. احنا طبعا بنكمل شابتر 3 بعنوان research tools والترمينولوجي. في بدأنا المحاضرة اللي فاتت في المحور الأول بعنوان الترمينولوجي. احنا كنا كمان اتكلمنا في الداتابيسز والببلشر والجورنالز والارتكلز، وقلنا ان الداتابيز بتبقى من اسمها قاعدة البيانات بتبقى اشمل شوية. الببلشر بيبقى في دار النشر، بيكون في مجموعة الجورنالز مجلات مختلفة، كل مجلة بتكون على حسب تخصص معين. وقلنا الجورنال الواحدة بيبقى فيها الارتكلز المختلفة او المقالات المختلفة سواء بيبر او ريفيو. النهارده هنبدأ في الترمز المختلفة بالسايتيشن. حاجة مهمة جدا وهتسمعوها كتير، وهي فكرة سايتيشن بالعربي يعني استشهاد أو اقتباس. إن احنا طبعا عارفين في البحث العلمي أنا باخد بشوف الدراسات السابقة اللي اتكلمت في الموضوع، فبالتالي عشان أخد جزء من دراسة معينة فبعمل له حاجة اسمها citation، ان انا خدت او اقتباس ان انا الكلام ده استشهد او بستشهد بالكلام ده من خلال بحث معين، فبعمل حاجة اسمها ايه citation او اقتباس. طب انا بعملها ليه؟ اول حاجة عشان ان هي رايتس، هي حقوق الشخص اللي قال الكلام ده او البحث اللي قال الكلام ده، دي رايتس حقوق ملكية للباحثين اللي نشروا الكلام ده. وتاني حاجة بريفير، ان هي بتبقى references، ان انا لو انا حابب او اللي بيقرا البحث بتاعي وعايز يرجع للي قال الكلام اللي انا اقتبسته ده، يقدر يرجع بكل سهولة. تمام. طيب تعالوا ناخد مواضع مختلفة ونعرف منها ازاي احنا بنعمل او citation ممكن يكون لإيه بالظبط. اول حاجة في الانترودكشن، لو انا بكتب مقدمة كده بشوف الدراسات السابقة اللي اتكلمت في الموضوع ده، فقلنا ان احنا اصلا الانترودكشن بتبقى حاجة اساسية سواء في البيبر او في الريفيو. طيب تعالوا ناخد كده مثال توضيح اكتر. احنا كنا خدنا الانترودكشن دي وكنا برضو قلنا ان ده بيبقى references او او كان بداية طبعا ظهور references معانا. قلنا المرة انا بعمل citation للبحث، بيكون في البحث بتاعي على هيئة مرجع. تمام، يعني ده كده في البحث بنسميه ايه reference. طيب للبحث بقى اللي انا خدت منه بنقول ان انا عملت citation للبحث ده. تمام، دي الفرق بين citation و references. citation ان انا عملت citation، عملت استشهاد بالبحث ده. طيب بيبقى موجود عندي في البحث بتاعي انا بقى على هيئة ايه reference او مرجع، او ان انا بكتب الريفرنس او المرجع ده. تمام، فرق بين citation و reference. طيب تعالوا كده ده كده في الانترودكشن. الراجل هنا كان بيعمل مقدمة عن مادة معينة، فبالتالي بيشوف الأبحاث أو الدراسات اللي اتكلمت في المادة دي بشكل عام علشان يخش في الموضوع بتاعه، فسواء بيبر أو ريفيو بنحتاج حاجة زي كده. طيب يبقى ده أول موضوع إن أنا بتكلم على introduction. طيب تاني موضوع أنا بتكلم في بيبر. طب بيبر يا عبد الله، لو أنت قلت لي مقدمة البيبر أقول لك تمام، لكن انا هحتاج شغل الناس التانية في البيبر بتاعتي. امال انا عملت ايه جديد؟ لا، هو انا عملت جديد ايه؟ ان انا في البيبر ذات نفسها انا بحتاج، انا ما فيش حاجة كده جاية بيور 100%. انا مش هنقل العلم كله مرة واحدة، اجيب حاجة محدش اكتشفها في التاريخ خالص. لا، بيبقى بناء على دراسات سابقة. فبالتالي في البيبر انا عادة بكمل شغل ناس تانية، حد حضر مادة بس انا عايز اعمل تعديل معين عليه. فتعالوا نشوف مثال كده. برضو احنا كنا خدنا في الاكزامبل ده جزء الاكسبيرمنتال، الشغل العملي بتاع الراجل او بتاع البحث ده. هلاقي في الاخر كده ريفرنس برضو. طبعا قلنا في ستايلز، في اساليب مختلفة للريفرنسز. ده اسلوب معين اسمه نمب او بيعتمد على الارقام يعني. هنلاقي ان الراجل ده في حد تاني كان حضر جزء من الماتيريال الكبيرة اللي هو عايز يحضرها، فاستشهد بكلامه عشان يكمل على الشغل بتاعه. فبالتالي عادي في البيبر ان انا بحتاج ان انا اقتبس واستشهد، او ان انا اشوف الناس برضو اشتغلت على حاجة معينة عشان اكمل الشغل بتاعي على الاساس ده. طيب في الاخر خالص بنلاقي برضو الريفرنس بتاعنا لو انا حابب ارجع.
تمام. طيب يبقى كده انا لو انا بكتب introduction بشكل عام، ولو بكتب paper كمان في الريفيو ده اساسي بقى. احنا قلنا ان الريفيو عبارة عن ايه؟ ان انا بجيب 50 100 200 1000 بحث، واشوف الناس دي، اعمل discussion كده، اشوف الناس دي بتقول ايه. فبالتالي ده اساس اي محور او اي جزء في الريفيو بيعتمد بشكل كبير على ان هو بيشوف الدراسات السابقة. ده كان محور في بحث ان هو بيشوف السينثيتك ميثودز، الطرق التحضير المختلفة لمادة معينة، فبيشوف الابحاث اللي اشتغلت على تحضير المادة دي، وبيبدأ يعمل لها discussion بشكل كبير. فده كده 3 محاور أساسية إن أنا أعمل السايتيشن، سواء introduction مقدمة بشكل عام، أو البيبر في جزء من الشغل بتاعي، إن أنا أشوف حد اشتغل جزء وأنا بكمل عليه عادي. الحاجة التالتة وأنا بعمل طبعا ريفيو article. يبقى ده كده السايتيشن. وعرفنا الفرق بين إن أنا أعمل كلمة reference وكلمة citation. citation دي أنا بعملها للبحث، لبحث معين عملت له citation عندي. في البحث بتاعي أنا بيبقى فيه الريفرنسز أو المراجع اللي أنا استشهدت منها يعني. تمام. ده كده أول توبيك معانا مهم جدا بيتكرر كتير في التكنولوجي بتاع scientific research. حاجة تانية كده لطيفة وحلوة أوي اسمها DOI. لو بصينا كده للاكزامبل ده اللي احنا لسه واخدينه من شويه والريفرنسز، تعالوا كده نشوف الريفرنس اللي احنا خدناه ونيجي نفصصه. هنلاقي ان في الاول كده عباره عن الناس اللي نشرت البحث. تمام، دي المجموعه البحثيه. 2018 ده سنه البحث، بعد كده عنوان التوبيك او التايتل بتاع البحث، بعد كده المجله، اخيرا في حاجه اسمها الدي او اي وجنبها تكست كده. الدي اي ده يعتبر او بيمثل ان هو البصمه الوراثيه او بصمه بقى زي بصمه الايد كده، مميزه للبحث. يبقى دي البصمه الخاصه بالبحث. واديت كده مثال ان هي الاي دي نمبر اوف ذا ارتكل، او ان هي احنا طبعا كل حد معاه رقم قومي، مفيش حد في العالم معاه الرقم القومي ده غيرك انت. فبالتالي برضو البحث ده مع الدي او اي بتاعه ممكن نعتبره ان هو الناشونال اي دي او الرقم القومي بتاع البحث. تمام. يبقى كل بحث ليه دي او اي مميز او مميز ليه بقى. فاحنا كده خلصنا citation وكمان ال DOI. هناخد حاجة مشابهة لل DOI بس للباحثين. تمام. يبقى اسمها ايه؟ الاوركيد او الاي دي نمبر بتاع الباحث. طب تعالوا كده نشوف باحث معين، ناخد اكزامبل اهو. الباحث ده هنلاقي ان في الاخر كده عنده حاجه اسمها اوركيد نمبر بتاعه، يعني الاسم بتاعه وشويه داتا عنه، وكمان من ضمن او حاجه اساسيه ان انت يبقى معاك الاوركيد نمبر ليك كباحث. هنلاقي اهو ده المثال، والاوركيد نمبر بيبقى موجود الايكون اللي هي الخضرا دي، ممكن تشوفوها كتير، فبالتالي لما تشوفها تبقى فاهمها، ويبقى جنبه تكست. طيب الاوركيد نمبر هو البصمه الخاصه بالباحث الريسيرشر. يعني كل باحث الناشونال اي دي بتاعه، الرقم القومي بتاعه هو او الرقم او الحاجه اللي هي مفيش حد في الدنيا يمتلكها غير واحد بس، او شخص او باحث واحد بس، هي الاوركيد نمبر بتاع كل باحث. تمام. فبالتالي تعالوا نعرف اكتر عن الاوركيد كده. هو حاجه زي ما احنا قلنا يونيك، حاجه مميزه للباحث هنا بقى. وبتبقى طبعا حاجة ديجيتال، موقع انت بتسجل عليه، تاخد منه الاوركيد نمبر بتاعك. بتقدر تستنكوشز او تقدر تميز researcher with the same name or similar name. لو انا كعبد الله الوكيل، تمام، ممكن يكون في 1000 شخص في العالم اسمه عبد الله الوكيل. تمام. طيب لو انا مثلا في البحث بكتب الاسم بتاعي زي ما احنا شفنا في الابحاث اللي قبل كده بيتكتب اسامي الباحثين. طيب تمام. طب افرض بقى ان الاسم اتكرر، يبقى كده البحث بتاع انهي واحد فيهم. فبالتالي الاوركيد نمبر بقى كان موجود عشان يعالج مشكلة زي كده. فاحنا بنعتبره ان الاوركيد ده هو الاي دي بتاع الريسيرشر. يبقى احنا كده خدنا الفرق بين الدي او اي والاوركيد. حلو كده. تمام. يبقى احنا كده تاني الحمد لله خلصنا citation الدي او اي، وقلنا هو بصمة الايد اللي هي بتبقى كل واحد ليه بصمة واحدة بس، فهي الدي او اي الخاص بالبحث او الارتكل. والاوركيد نمبر بيكون البصمة الخاصة بالباحث او الريسيرشر. هناخد اخر توبيك معانا النهارده هو الامباكت فاكتور. تعالوا كده ناخد نرجع كده. احنا كنا او انت يا عبد الله قلت لنا ان دي او الارتكل بتاعتنا بتبقى في حاجه اسمها جورنال.
يعني الارتكل دي منشورة في جورنال اسمها Industrial Crops and Products. طب حلو جدا، ده كده المجلة، وحتى ده الكفر بتاعها. انا بقى يا عبد الله سؤال، انا دلوقتي عايز اعرف المجلة دي كويسة ولا مش كويسة. في حاجة يعني المجلة، هل الكلام اللي أنا بقول فيه يعني خدت منه الكلام، أو الكلام اللي أنا، أو البحث اللي أنا بقراه ده، هل موثوق من كلامه؟ طبعا المجلات بتختلف، في مجلات قوية جدا وفي مجلات اوريدي بيتنشر فيها أي كلام، أو مش أي كلام، لازم المجلة تبقى مصنفة عشان يبقى موثوق فيها. طب عايزين نعمل حاجة ولو بسيطة كده، معيار من ضمن المعايير اللي تخلينا نشوف البحث او المجلة اللي منشور فيها البحث ده كويسة ولا لا. طيب هناخد الامباكت فاكتور. اول حاجة ان هو من ضمن الجورنال ماتريكس او معايير ان انا احدد فيها المجلة دي قوية ولا لا. تمام، فبالتالي البحث اللي منشور فيها هقدر ان انا اعتبره موثوق فيه ولا لا. طيب، هو قلت احد المعايير، يعني مش المعيار القاطع، لان احنا هناخد باقي المعايير ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. بس الامباكت فاكتور هو اسمه معامل تأثير. تمام. طيب، بيكون او بيعبر على قوة المجلة. كل ما الامباكت فاكتور بتاع المجلة كان كبير، كل ما المجلة بالنسبة لي كانت اقوى. طيب، انا حابب ان هو الامباكت فاكتور بيكون برضه عشان تكونوا فاهمين، بيكون نسبة وتناسب. يعني ايه؟ لو احنا بنتكلم على مجلة، المجلة دي بتنشر ابحاث بشكل عام او بتستقبل ابحاث بشكل عام، مجلة اسمها النانو، فبالتالي اي بحث شغال في النانو المجلة دي هتقبله. طب لو بحث شغال او بيقبل بس الابحاث اللي هي خاصة بتوبك معين في النانو، فبالتالي الامباكت فاكتور بتاعها عادة بيكون قليل، فهو تناسبي. طيب، فبالتالي بشكل عام الامباكت فاكتور بيعبر عن قوة المجلة وجزء من المعايير. تمام. طبعا بيعتمد، يعني هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل بعدين، بس بشكل عام ان هو حاجة بتعبر عن قوة المجلة اللي انا بقرا منها الابحاث. وكل سنة المجلة الواحدة الإمباكت فاكتور بتاعها بيقل أو بيتغير، قصدي بيقل أو بيزيد، بيتغير، فبالتالي كل سنة بيختلف. بالنسبة للإمباكت فاكتور، تعال ناخد مثال المجلة اللي احنا كنا شغالين عليها أو قريناها من شوية، الإندستريال كروبس أند برودكتس إمباكت فاكتور. تعالوا نشوف كده. لو أنا كعبد الله، أنا مثلا شفت الأرتكل دي، فباخد العنوان بتاع المجلة وأحطه على جوجل وأكتب الأي إف أو الإمباكت فاكتور، فبالتالي بيطلع لي الامباكت فاكتور بتاع المجلة. فكان بتاع السنة دي طبعا، فطلع لي مثلا 5 و6 من 10، فده بالنسبة لي مجلة كويسة، مجلة محترمة، وممكن إن أنا أعتمد على النتائج بتاعتها. فده امباكت فاكتور، معامل تأثير. بيبقى فيه طبعا طرق حسابات والحاجات دي كلها هناخدها بقى لسه قدام شوية. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على الامباكت فاكتور كآخر تايتل معانا. يعتبر كده المحاضرة إن شاء الله تكون خفيفة بالنسبة لكم. تاسك رقم 9، هي 9 مش 10. define ال citation، يعني ايه citation، والدي او اي، ايه الدي او اي ده، والاوركيد نمبر، وكمان الاي اف او الامباكت فاكتور. ايه الحاجات او الاربع توبكس دول اللي انت تميز بينهم. ده التاسك النهارده زي ما انتم عارفين. تاني، لو انت اوريدي موجود في المبادرة، او ازاي تسلم التاسكس بقى زي ما احنا قلنا كل محاضرة عشان تاخد الشهادة ان شاء الله بنهاية شابتر 3. شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. شكرا.